مبسوطة قوي انه انا هبدأ السلسلة بتاعت البانيك اتاكس. عايزة اقول لكم الفكرة ابتدت منين. حصل ان انا كنت فعلا الاسبوع اللي فات قاعدة مع حد وابتدت النوبة تيجي وساعتها كان نفسي قوي اوصل للشخص كلام كتير واقول له ان المشاعر دي مش حقيقية وان انت فعلا مش في خطر. بس مهما كنت اتكلم كنت حاسة ان الشخص ده مش سامعني. بعد ما الشخص ده مشي قعدت افكر ازاي اساعده. بعدين قلت انا هحط بوست على الفيسبوك واشوف كام حد هيرد ويقول خبرته، واي هوب ان الشخص ده يبقى يشوف البوست ويعرف انه مش لوحده. بصراحة كنت منبهرة من كمية الوعي وكمية الفهم. ناس كتيرة جدا دخلت علقت، واللي كمان ابهرني ان هما مش ستات بس، رجالة كمان دخلت، وفي ناس ابتدت تقول حاجات عملية، وفي ناس قرت، وفي ناس طلبت مساعدة. وكانت في روح جميلة جدا على البيج، واشجعكم تشوفوا البوست ده لان فعلا عليه معلومات كتيرة حلوة جدا. في الحلقة دي احنا هنتكلم على ايه هو البانيك اتاكس وايه هي الاعراض بتاعته، وكمان هنتكلم على السايكل بتاعته. وفي حلقات تانية كتير هنبقى بنحكي اكتر على طريقة العلاج. ايه هو البانيك اتاك؟ البانيك اتاك لو جينا نسأل في المستشفى كام حد دخل المستشفى حاسس انه بيموت، قلبه هيقف، مش عارف ياخد نفسه، ويطلع التشخيص حالة نفسية. واعتقد ناس كتيرة قوي الفترة اللي فاتت تروح لدكاترة ويقولوا لهم انه المشكلة مش جسدية، ده المشكلة نفسية. فانت مش لوحدك لو انت بتتفرج على الفيديو ده اللي بتحس في اوقات بالاعراض اللي ممكن تحسسك انك هتموت، انك هيغمى عليك، انك هتتجنن، انك بتغرق. كل المشاعر دي سمعتها من ناس كتيرة، وبصراحة انا كمان عديت بحاجات كانت صعبة في وقت، واخدت وقت عشان اعرف اتعامل معاها. يعني ايه بانيك اتاك؟ هو فتره قصيره، بالعربي اسمها نوبه الهلع. يعني فاكرين كده لما عيد الهلع اللي هو بيبقى كله رعب كده؟ تخيل وانت قاعد فجاه يدخل العيد ده عليك، يدخل بكميه رعب. هي فتره قصيره، عاده مدتها 10 دقائق، بيختلف من شخص للتاني. في ناس بتجيلها مره في الاسبوع، في ناس بتجيلها مرتين، بس اللي اكيد ان اكتر من 30% من الناس بتجيلها على الاقل نوبه هلع واحده في حياتهم. فده معناها انه انت مش لوحدك، وانه في ناس كتيرة بتعاني من الموضوع ده. هي مشاعر من الخوف الشديد، بس بتبقى مش بس مشاعر، هي بتبقى مصاحبة بأعراض جسدية بتخلينا ندخل في حالة من الشلل أو حالة من الرعب أو حالة من الخوف. هنشوف دلوقتي كل التعريفات بتاعتها. السايكولوجيست اسمه نيك سيجنال قال خبر سعيد عايزة أقوله في بداية الحلقات، إنك لما هتفهم يعني إيه بانيك أتاك وهتفهم السايكل بتاعته، دورة حياته، انت هتبقى قادر تتخلص منه في يوم من الايام. وانا شفت ده بعناية في حياة ناس ساعدتهم، ان هم فعلا جم قالوا لي ان البانيك اتاكس بتاعتهم قلت كتير، وان هم بقوا قادرين يتعاملوا معاها. واحدة من المشاهد اللي كانت جميلة جدا، عندي كلاينت بقاله 9 شهور، كل ما يجي واجي اقول له مثلا بليز بص لمراتك وابدا واجهها بحاجه معينه، فيقول لي لا 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 انا مش قادر، انا دايخ، انا بطني بتكركب جامد جدا. ففي اخر سيشن امبارح قلت له طب ايه رايك تحط ايدك على بطنك كده وتطبطب عليها وتقول لها ما تقلقيش، احنا رايحين نعمل حاجه مش بتموت، رايحين نعمل حاجه المفروض تبني في علاقتي مع مراتي، فما فيش داعي للتوتر ده كله. وفعلا ابتدى يواجه مراته، ودي كانت حاجه صعبه جدا لانه الشخص ده مرعوب من فكره المواجهه. وبعد ما واجه سالته حسيت بايه؟ قال لي حس ان انا اريح كتير والمغص بتاع البطن قل كتير. فدي كلها حاجات بتقول انه في امل. طيب ايه هي الاعراض اللي بتيجي مع البانيك اتاكس؟ ضربات قلب سريعه، ضيق في التنفس، تحس ان بطنك كركبت جامد جدا، دوخه، او تحس ان انت كانك في المكان بيلف بيك، عرق شديد، ساعات تحس برعشه في اطرافك، في ناس بتحس بتنميله في جسمها، تنميله في راسها، خوف شديد، وساعات بيبقى كمان مصاحب انك حاسس ان انت هتموت. طيب الاعراض دي بتيجي ليه؟ احنا عندنا خوف من الخوف، هو الكلمة السر بتاعت البانيك اتاكس هو خوف من الخوف. يعني انا اساسا عندي انكزايتي، هي انكزايتي اوف انكزايتي. يعني ايه؟ يعني انا قلقان ان انا داخل على خوف. الطريقة اللي انا برياكت بيها لما ابدا احس ان انا داخل على حاجة، وهنعرف في حلقات بعد كده ايه هي الحاجات اللي بنخاف ندخل عليها. واول ما جسمي بيبقى فاهم ان انا داخل على الحاجات دي، جسمي بيبدا يرياكت. اول ما جسمي يبدا يرياكت انا ببدا اترعب اكتر. وهنا بالظبط هو ده تعريف البانيك اتاك، يعني خوف من الخوف، يعني anxiety about anxiety. فخلي بالك ان هو عباره عن منتج لمنتج تاني. طيب بيحصل امتى البانيك اتاك؟ لما ابدا مثلا احس ان قلبي ابتدى يدق بسرعه،
فبدل ما انا اهندل ده او بدل ما انا اسيطر على دقات القلب تبدا، فانا ابدا اخاف، ايه ده انا قلبي بيدق بسرعه، فتبدا راسي تنمل، فتبدا ايدي تترعش، وكانه في جرس انذار رن، وبدل ما نحاول نسيطر عليه، لا، جرس الانذار ده خلى اللي جنبه يرن واللي جنبه يرن واللي جنبه يرن. تمام. انا ببدا افسر الرعشه بتاعتي او ان انا مش عارفه اخد نفسي ان انا هموت، او ان انا داخل على خطر رهيب، او ان الناس هتبص عليا وهيبقى في مشهد مقرف دلوقتي. في دورة حياة للانكزايتي. يعني ايه دورة حياة؟ يعني زي كده الفراشة، بنقول بتبقى في الاول كذا وبعدين بتبقى شرنقة وبعدين بتبقى القصة دي بالظبط هو اللي بيحصل في البانيك اتاكس. دورة حياة البانيك اتاكس ان انا احس ان الاحاسيس الجسدية بتاعتي بقت عالية. خلونا ناخد عملي دلوقتي اللي بيحصل. يعني مثلا وانا قاعدة معاكم هفترض انه انا هيجيلي دلوقتي البانيك اتاك، فاول حاجه هتحصل انه انا كنت بتكلم مع حد، او انه الاسترس اللي انا حاسه بيه يتحول لعرض جسدي. يعني مثلا ابدا احس ان اطرافي بتنمل، واول ما اطرافي تنمل انا ابدا احكم ان الاحساس ده احساس خطر او احساس وحش، انا مش المفروض يحصل لي كده، انا هرجع سايقه، طب انا كده هتاخر على بنتي، فابدا ارتبك، والقصه اللي اقولها لنفسي تبدا ترعبني اكتر. فاول حاجه في السايكل بتاعتنا ان بيبقى فيه احساس جسدي زايد شويه، زي العرق، زي التنميله، زي الدوخه. تاني حاجه ان انا حكمت عن الحاجه دي ان هي خطر، ما ينفعش انها تجيلي دلوقتي، هتبوظ الدنيا، هتخليني اقف بالعربيه، هتخليني مش هعرف اسوق، هيبقى شكلي وحش وانا وسط زمايلي. تالت حاجه ان انت بتحاول تجري منها، فاحاول اقول لا، طب انا مش عايزه دي يجي خالص، انا مش هينفع اتعب دلوقتي خالص، وابدا اهرب منها. كل ما انت تهرب منها كل ما هي تجري وراك. تخيل نفسك بتجري من كلب، وكل ما انت تجري بسرعه هو يجري بسرعه. فالبانيك اتاك يبقى كاني اطعمته، كاني كده ام فيدنج البانيك اتاك، لاني كل ما بخاف منه كل ما هو ايه بيزداد قوه. رابع حاجه ان انا ابدا احكم، بما اني انا دلوقتي بقيت عرقان وكل ما بجري الموضوع عمال يزيد، ده انا كنت بادي بتنميله، دلوقتي ابتديت ابقى دايخ، وابتديت ابقى مش شايف، وابتديت ابقى هفنت خالص وهقع من طولي. فابدا اقول لعقلي ان الخوف ده قلق وخطر كبير جدا، فانا ما ينفعش اخاف تاني. وطبعا مفيش حاجه اسمها انه انا اقول لنفسي ما ينفعش اخاف. الخوف ده شعور، والشعور ده مصاحب لحاجات كتيره. وعلى فكره الخوف هو اللي بيخلينا ناخد بالنا من اكلنا، وهو اللي بيخليني ابص قدامي لما اجي اعدي الشارع، هو اللي بيخليني اخد بالي من عيالي. فالخوف في حد ذاته مش غلط، بس احنا عايزين نعرف ازاي نتعامل مع الخوف. وعشان اغلبنا ملقاش حد يعلمه ازاي يتعامل مع الخوف، وعلشان اغلبنا عنده تجارب سلبيه جدا مع الخوف، فاحنا بقت التجربه بتاعتنا بتشلنا في ان احنا نعرف النهارده نتعامل مع الخوف ده بطريقه صحيه. يبقى احنا في الحلقه دي اتكلمنا عن ايه هي البانيك اتاك وايه التعريف بتاعها، وقلنا ايه هي اعراض البانيك اتاك، واتكلمنا كمان في السايكل بتاعته، وقلنا انه البانيك اتاك هو خوف من الخوف، هي anxiety about anxiety. في الحلقة اللي جاية هنتكلم على ليه بنخاف من البانيك اتاكس، وكمان هنتكلم على التريجرز او الحاجات اللي بتخلينا نبدا السايكل دي من الاول، اللي بتوقعنا في البانيك اتاك من الاول. عايزه اشكر كل حد شاف الفيديو ده وشافه لاخره وكان بيحاول يشتغل على نفسيته انه يخليها اقوى ويخليها امتن. عايزه اقول لكل حد ان كل معلومه انت بتسمعها بتساعدك انك تكون انسان حر اكتر ومشفي اكتر. بنشجعك ان انت كمان تشارك المعلومات دي مع حد تاني ممكن يكون بيعاني وممكن يكون فاكر نفسه انه لوحده. طمنه انه مش لوحده، وان كل مشكله بيبقى ليها حل.